السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من قناة عالم الطبخ والحلويات. احنا هنعمل النهاردة بقى حاجة حلوة كده سريعة مش تتعبناش في الساعة اللي احنا فيها دي. عايزين نعمل البناكوتا زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا وان شاء الله هتعجبكم. نبدأ يلا الفيديو بتاعنا. هنجيب طبق صغير ونحط فيه 3 معالق مية دافية علشان ندوب الجيلاتين فيه. برضو هنجيب معلقتين جيلاتين كبار ونبدأ ندوبهم ونحطها بقى على جنب قبل ما نعمل الوصفة بتاعتنا. المهم نقلب فيها كويس لغاية لما نحس ان الجيلاتين كله داب في المية. نجيب بقى الحلة اللي هنحطها على النار ونحط فيها 3 كوبايات لبن ونحطها على النار، وهنحط على ال3 كوبايات لبن كوباية كريمة خفق. احنا مش هنعملها بنشا، احنا هنعملها بكريمة الخفق بتاعت الحلويات. هبدأ اضيف السكر بتاعي بعد ما حطيت الكريمة. انا هنا حطيت السكر حوالي 3 معالق كبار. انتي حطي السكر حسب الرغبة، يعني حسب ما انتي تحبي. وهقلب السكر كويس لغاية ما يدوب، واستنى اللبن لما يغلي عشان ابدأ اضيف له الجيلاتين اللي احنا مدوبينه وحاطينه على جنب. كده بعد اللبن ما غلي ابدأ اجيب الجيلاتين. زي ما انتوا شايفين الجيلاتين طبعا كان برد ومسك في بعضه، بس ما تقلقيش، انت مجرد ما هتحطيه على اللبن وهو سخن هيبدأ يفك ويدوب تاني. بس انتي قلبي كويس عشان ما يبقاش في اي تكتلات. اقلب الجيلاتين كويس قوي لغايه اما احس انه داب كله. طبعا الجيلاتين هي الماده الرابطه معايا للكريمه، وبكده انا ما استعملتش نشا كتغيير. انا هنا حطيت كيس فانيليا، وهبدأ اجيب الكاسات اللي انا هحط فيها الطبقة الاولى علشان تبرد. انا دوبت كيس الفانيليا، هركنها بقى على جنب واجيب الكاسات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا جايبه قالب التوست، يعني هنعمل شكل بيه. حطيت فيه الكاسات اللي انا هحط فيها الطبقه الاولى. ظبطتها كويس، كنت سندها هنا بفوطه مطبخ علشان خاطر ما تتهزش او يعني عشان ما تتهزش فالحاجه ما تتكبش. ابتديت احط بقى بالراحه كده الطبقه الاولى اللي احنا عملناها وهي الكريمه. اظبط الدنيا واركنها على جنب لغايه اما ابدا اعمل الطبقه التانية. يفضل انك تحطيها في التلاجة علشان تمسك معاكي بسرعه، بلاش الفريزر. هنجيب الحله تاني ونحطها على النار. هنحط حوالي 3 كوبايات ميه تاني، والسكر اللي هنحلي بيه برضو حوالي 3 معالق كبار، وابدا ادوب السكر كويس. انا هعمل الطبقه التانية جيلي المانجا. انتي على راحتك، عايزه جيلي مش عايزه جيلي فراوله، اللي يعجبك. انا بقى الاولاد عندي بيحبوا جيلي المانجا. ده الجيلي اللي انا استعملته من دريم. حطيته طبعا ودوبته كويس، ولما يغلي هسيبه يبرد شويه على جنب، ما احطوش على الطبقه الاولانيه اللي انا عاملاها وهو سخن جامد وبيغلي كده. استناه يهدى شويه. انا جبت الكاسات من التلاجة زي ما انتوا شايفين. الطبقة الاولى مسكت. ان شاء الله الطبقة دي هتعجبكم احسن من كريمة النشا جدا. وكتغيير هبدأ اجيب الجيلي احطه في كوباية او بالكبشة
اغرف واحط الطبقة التانية بالراحة كده، علشان خاطر ما اعملش خرم او اعمل حاجة في الطبقة الاولى. وابدا ازوقها بقى باللي انا عايزاه، بس قبل ما ازوقها هحطها في التلاجة الاول تمسك. يعني احط الاول الطبقة التانية دي تمسك، وبعد ما تمسك ازوقها باي نوع فاكهة موجودة عندك. انا زوقتها بالمانجا وبكريزية، حطيت كده في كل واحدة كريز. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك، واي حد دخل جديد على القناة بتاعتي يشترك ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.